السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هعمل لكم بقى وصفه جديده، وصفه من وصفاتي. النهارده كنت بقى نفسي اشرب عصير، فقلت اشرب ايه لقيت عندي في التلاجة رمان. قلت لازم اعمل لحبايبي رمان. وطعمه حلو قوي ومكوناته بسيطه جدا ومش هياخد وقت خالص خالص. فحبيت ان انا اقوم اعمل العصير دوت عصير فريش طبعا. حلو أوي ومنعش وحلو جدًا، أنا طبعًا باحبه، باحب أكله وباحب أشربه برضه، يعني باحب أعمله عصير وباحب أكله في نفس الوقت. وعصير طبعًا مغذي جدًا ومفيد جدًا، 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 وكل الناس عارفة كده إن عصير الرمان بيبقى مفيد أوي، وأنا بصراحة باحبه جدًا. فقُلت أعمل النهارده معاكم العصير اللذيذ دوّة. يالّا بقى خشي دعميني باللايك، اللايك طبعًا اللي بيرفع الفيديو فضلًا وليس أمرًا. يا ريت تدعميني باللايك الجميل بتاعِك. والنهارده انا هعمل لكم الوصفه الحلوه ديت، وصفه جميله جدا مش هتاخد وقت خالص منك ولا اي مجهود. انا حبيت ان انا اقوم اعملها لان كان نفسي فعلا في حاجه اشربها، فلقيت ايه 3 حبات الرمان دول عندي في التلاجة. قلت طبعا اقوم اعملهم قبل ايه ما يبوظوا ولا حاجه. كان هما مركونين عندي في التلاجة. النهارده معايا بقى ايه الميه ومعايا السكر. دي المكونات اللي احنا هنشتغل بيها. وهنبتدي بقى نقطع الرمان مع بعض كده بطريقة سهلة قوي، وهنخلصه وهنعصره على طول. كده هنجيب الرمانة بالشكل دوت وهنقطعها. انا قلت الحقها طبعا لان انا كنت جايباها بقالي بتاع اسبوعين 3 كده، فحسيت اللي هي ممكن تبوظ ولا حاجة، فقلت ايه قوم اعملها على طول. فحبيت ان انا اشرب عصير، فقلت اعمل ايه معاكم. انا ما كنتش هصور ولا حاجة وكنت هعمله كده، بس قلت ايه برضو حبايبي وصحابي والناس اللي انا بحبهم يشوفوني وكده ايه واقول لهم على العصير الحلو دوت. يالّا بقى دعموني كتير عشان طبعًا أنا هاوصل بيكم إن شاء الله. طبعًا هنا أنا قطّعت رُمّان وبافصّصه كده بالشكل دوّة، بالطريقة دي كده. أنا بس باطلب من الناس اللي بتشاهد الفيديو يا ريت اللي يخش يشاهد على الأقل يشاهد 3 دقايق على الأقل. أنا والله باخش للكل وباخش أشاهد كُلّه، يعني أنا مش باشاهد بقى 3 دقايق ولا 4 دقايق، لأ أنا باشاهد لكُلّه، يعني لغاية النهاية بالإعلان كمان. فيا ريت نساعد بعض عشان نوصل مع بعض. طبعًا أنا بقى لي 3 سنين في موضوع اليوتيوب، فنفسي بجد يعني قناتي تكبر، يعني بجد، بجد أنا تعبت فيها جدًا، جدًا، وما زال باتعب فيها، وبالاقي المشاهدات ضعيفة جدًا. فيا ريت حتى على الأقل تساعدوني، يعني أنا والله باخش أشاهد للكل بتاع 10، يعني باشاهد الفيديو كامل، والله باشاهده كامل، بالإعلان كمان. وطبعًا ربنا يشهد على كلامي، أنا باشاهد للكل بضمير، يعني يا ريت الناس تحس بمجهود بعض، يعني يا ريت نحس بمجهود بعض. فأنا هنا دلوقتي أنا باقشّر الرُمّان كده بافصّصه عشان هابدأ بقى أعصره. طبعًا مش هياخد وقت خالص، هو بس بياخد وقت في التفصيص بس مش أكتر، لكن هو في 5 دقايق خلاص أنا شربته على طول. بجد كان طعمه حلو أوي. كده أنا جِبت الخلاط بقى بعد ما فصّصت الرُمّان كلّه. طبعًا إحنا مش هنحط السكر إلا في الآخر، زي ما أنتم كده شايفين. طبعًا اللي وصلت لغاية كده ما تنساش اللايك. طبعًا يا جماعة اللايك مش بفلوس ولا الاشتراك بفلوس، وكلنا لازم نساعد بعض برضه ونقف جنب بعض. لازم نحب الغِل بعض طبعًا، لازم نحب الخير لبعض. كده أنا جِبت بقى المَيّة، جِبت كوبايتين كبار من المَيّة، مَيّة عادية، وهاضربها. طبعًا أنا لقيت الخلاط الكمية كبيرة قسمتها نُصّين. طبعًا هاضربها وهارجع لكم تاني وإحنا بنصفّيه. كده أنا صفّيت أول جزء وده تاني جزء زي ما أنتم شايفين كده، عشان نشيل منه البذر بتاعه خالص، زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. طبعًا عصير بقى منعش بقى وجميل وحلو أوي. عايزة أقول لكم إن أنتم ممكن تعملوه باللبن، بس أنا حبيت اللي أنا أعمله النهارده من غير لبن. بيبقى مفيد جدًا، 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 ومفيد جدًا للأطفال كمان.
حلو قوي. عايزه اقول لكم بقى اللي انا اخدت طبق على جنب كده، بعد ما فصصته وحطيته حطيت عليه سكر وحطيته في التلاجة. يعني انا بحب عصير وبحب اكله كده برضو، بيبقى طعمه حلو قوي. يا دوبك تحطي عليه السكر وتسيبيه في التلاجة لغاية لما السكر ينزل، يبقى زي المية كده، بيبقى حلو قوي. كده انا حطيت بقى، هنحط بقى السكر زي ما انتوا شايفين بعد ما صفيته وخليته صافي خالص اهو. هنحط بقى كمية السكر اللي انت عايزاها حسب ما انت عايزة. انا حطيت بتاع 5 معالق، وطبعا دقته بعد كده لقيته ايه محتاج سكر حطيت، وانت تحطي السكر اللي يناسبك حسب التذوق بتاعك. كده زي ما انتوا شايفين بدوبه كويس جدا بالشكل ده، وبعد كده هنصبه في الكاسات. طبعا مفيش ابسط من كده خالص، زي ما انتوا شايفين كده ما خدش مننا وقت خالص. شايفين بقى العصير هنصبه كده في الكاسة، في الكوباية كده زي ما انتوا شايفين. بصوا صافي ازاي، حلو جدا ومنعش. طبعا كالعادة بعد ما خلصت الفيديو شربت الكوباية على طول، ما استنيتش بصراحة. زي ما انتوا كده شايفين بصوا العصير صافي ازاي، بجد العصير تحفة تحفة تحفة، مش هياخد منك وقت خالص. زي ما انت شايفة كده بصوا عامل ازاي، بجد في منتهى الروعة. اتمنى بقى ان الفيديو بتاعي يعجبكم، وما تنسوش بقى تدعموني كتير باللايك، طبعا اللايك اللي بيرفع الفيديو فضلا طبعا وليس امرا. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.